بقى الفيديو دي وجديد، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. احنا الساعة دلوقتي بالظبط الساعة 11:30. لسه جاي حالا اهو والله من بره من حميات. ومر من امبارح بالليل كان سخن ومش عارفة ايه، فالسخونية عمالة تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي. مش عارفة بقى في ايه. كل اديله بروفين اهو، عندي بروفين، اديله بروفين السخونية تروح شوية، اقيس له الحرارة الاقيه سخن درجة الحرارة 41، تنزل شوية 37 38، بعدين تعلى شوية تاني لحد 41. بقى النهارده الصبح حطيته في البانيو، قمت حاطه له شويه ميه ساقعه، شويه من الحنفيه عاديه يعني، وقعدته فيها. كان مولع والله العظيم يا جماعه. ربنا يشفيه يا رب عينه ويخليهم لنا يا رب. فابويا دوب لسه جاي والله، يا دوب قاعدين بنتغدى. كان جاي يجي الساعه 10:30 كده من بره من الشغل، لسه قاعدين بنتغدى، فبحط ايدي عليه لقيته برضه ايه سخن، لسه كان ايه واخد الدواء شويه، مولع برضه قيسة الحراره 41. قلت له لا. قال تعالي بقى نروح نكشف له. قلت له مش هنلاقي حد دلوقتي فاتح، الدكاترة دلوقتي الساعة 11:30 ولا حاجة، مش هنلاقي حد فاتح. كان حتى الماتش شغال اللي هو بتاع منتخب مصر ده، كان قاعد لسه بيتفرج عليه. قال لي طب، قلت له طب ايه تعالى نروح الحميات. رحنا بقى الحميات اهو، بصوا اهو، اهو مرة سيدنا 4 سنين ونص. كتب لنا بقى العلاج ده، الدكتورة هناك كشفت عليه قالت لك زر والتهاب، كتبت له العلاج ده، جبناه له من بره اهو. جبته له بقى من الصيدلية اللي عندنا يمتنا هناك عند الشون كده، اسمها اتمان. كتب له بقى مضاد حيوي اهو، قالت لك زر ملتهب وزرتك بتاع البرد وستيل. انا قلت لها بديله بروفين السخونيه بتروح وتيجي، قالت لي خلاص بديلي كل 6 ساعات اديله نوع. ما اعرفش ده ازاي بقى، مش فاهم يعني. اديله ستيل مره وبروفين مره كل 6 ساعات. وقت العلاج حتى والله العظيم انا لسه يا دوب خلصانه من كوكو والكحه اللي كانت عندها. كنت جايبه لها هيبايوتك ودواء كحه ودواء البرد برضه. كانت عندها كحه جامده، جبت لها هيبايوتك والله لسه خلصان، والله العظيم لسه خلصان النهارده الصبح بتاع كوكو اهو. بصوا والله العظيم، بصوا مش عارفه في ايه، بيعدوا بعض بقى ولا ايه، انا مش عارفه. والله العظيم يا جماعه اقسم بالله لسه خلصان اخر مره، اخر حاجه واخداها النهارده الصبح اهي، اخر حاجه واخداها النهارده الصبح. بدانا بقى في امر، وادتني لانه رجع، قالت لي ادتني اللزقه للترجيع، قالت لي لو رجع تاني حط له على لسانه بدل الحقن يعني وكده. قالت لي لو رجع تاني، انه كان مرجع قبل ما يمشي، قالت لي لو رجع والله ما عمل. قالت لي النهارده ايه، يا دوب شارب شويه شوربه بتاع فراخ، ويا دوب خد حته صغيره قد كده، ما خدش حاجه يعني. جبنا بقى العلاج وجينا وجبت له السرنجة جاي للدواء كمان 5 سنتي عشان اديله دلوقتي. ابوهم جاب لهم بتاع اللي هي بتطلع النفاخ دي، حتى جوزي وجاي قلت له هات لي هات 7، قال لك اجيب لك 7 بتنزل السخونيه. دوب بس بفتحها اقسم بالله كلها كبت فارت، والله العظيم يا جماعه زي ما بقول كده، لسه يا دوب بفتحها فارت كلها اتكبت زي ما انتم شايفين كده. يا دوب انا لحقتها، يا دوب العيال شربوا منها حبه صغيره، كل دي اتكبت على الارض. حتى بصوا انا شايله المشايه لانها غرقت كلها. يعني مش عارفه النهارده مش عارفه ايه، مش عارفه والله ما عارفه ايه. ربنا يعدي الايام دي على خير، وربنا يشفي ولادنا يا رب ويخليهم لنا ويبارك فيهم يا رب ويخليكم ولادكم يا حبايب قلبي. وادعوا لعمر كده وادعوا للعيالنا كلهم، ربنا يشفيهم ويخليهم يا رب ويبارك فيهم. نشوفكم على خير ومع السلامه يا حبايب قلبي.